5 نصايح لازم تعملهم قبل الانترفيو. وانت بتجهز نفسك للانترفيو لوظيفة جديدة لازم تكون جاهز في حاجات كتيرة، من اهمها طبعا الجزء التكنيكال الخاص بشغلك، بس كمان لازم تكون جاهز وعارف مين الانترفيور، وتكون عارف كمان عن الشركة والجوب والاندستري قبل ما تدخل الانترفيو. تعال نعرف مع بعض ازاي تكون جاهز ومستعد للانترفيو. أول حاجة الشركة. كل كيان كبير أو صغير بيأثر على الأشخاص اللي شغالين فيه وعلى طريقة تفكيرهم وتقديرهم للأمور وحكمهم على الأشخاص اللي بيقابلوهم أو بيتعاملوا معاهم. وأكيد الانترفيور اللي هتقابله ده بقاله فترة مش قليلة في الشركة دي، وأكيد أثرت عليه بدرجة ما وعلى حكمه على الأمور. وعشان تعرف عن الشركة ادخل على الويب سايت والسوشيال ميديا بتاعت الشركة سواء على لينكدين أو فيسبوك عشان تاخد فكرة عامة عن الشركة بتتكلم ازاي عن نفسها، بتسوق نفسها ازاي في البيزنس والاندستري اللي هي فيهم. شوف المنتجات بتاعتهم، الخدمات اللي بيقدموها، المشاريع اللي انجزوها او داخلين فيها او هيبدأوها. اعمل ليست بالحاجات اللي بتتوافق مع قيمك وامكانياتك واللي انت بتشتغل عشان تحققه، عشان تلاقي محاور تعرف تدير بيها الانترفيو اللي انت رايحه. وما تنساش وانت بتعمل ريسيرش عن الشركة انك تعمل ليست بالاسئلة اللي انت محتاج تفهمها عن الشركة او تسألها في الانترفيو. تاني حاجة انت محتاج تعرف عن الانترفيور نفسه. ادخل على اللينكدين بروفايل بتاعه، شوف خبرته والشركات اللي اشتغل فيها، شوف الريكومنديشنز والناس بتقول عنه ايه، افهم هو ازاي طور نفسه وطور الكارير بتاعه، بيهتم بايه، بيعمل كومنتس على ايه، بيعمل شير لايه. ممكن كمان تعمل جوجل سيرش عشان تحاول توصل للاذر سوشيال ميديا بروفايلز عشان تبقى عندك الصورة كاملة. ادرسه كويس وحاول تعرف جوانب شخصيته عشان تعرف اجواء الانترفيو هتمشي في اي اتجاه، وكمان تبقى عارف انت هتدير الامور وهترد على الأسئلة بأي طريقة. شوف كمان الحاجات المشتركة بينكم سواء اشتغلتوا أو اتعلمتوا في نفس المكان، بيجمعكم باشن معين أو أي حاجة تعرف توجه بيها المناقشة في صالحك في الانترفيو. Talk to people. حاول تلاقي ناس يعرفوا الانترفيور اللي هتقابله، سواء درسوا معاه، اشتغلوا او بيشتغلوا معاه، او انت بتعمل ريسيرش عن الانترفيور. لو لقيت common friends او connections يبقى انت لقيت كنز. اتكلم معاهم واسمع منهم ممكن يقولوا لك ايه عن الانترفيور ده، بيهتم بايه في الشغل، هينبسط لو سمع منك بتتكلم ازاي او عن ايه في الشغل. اسمع وافهم منهم وبعدين جمع قطع البازل جنب بعض، سواء من الحاجات اللي الناس قالتها لك عن الانترفيور والحاجات اللي انت استنتجتها من الريسيرش اللي انت عملته عنه قبل كده، عشان تكون وجهة نظر واضحة عن الانترفيور اللي هتقابله. رابع حاجة you have to find the connections. من الريسيرشز اللي عملتها عن الشركة والانترفيور هتقدر تعرف ايه اوجه التشابه بينك وبين الشركة، وايه اللي تقدر تفيدهم بيه، ايه اهتماماتك اللي هتخدم اهداف الشركة او تعزز صورتها اللي هي بتشتغل عليها. ركز على خبراتك اللي هتفيد الشركة في المرحلة الحالية واللي جاية، ده بالاضافة الى انك اكيد عرفت نقاط التوافق والتناغم اللي بينك وبين الانترفيور سواء في الاهتمامات او السكيلز، passion, experience and goals. كل ده هيديك مؤشرات عن سير الانترفيو، وكمان هيديك مفاتيح تقدر تفتح بيها حوارات تعزز صورتك وامكانياتك وتدي positive impression عنك في الانترفيو. وخامس حاجة prepare for the interview. بعد ما عرفت الشركة والانترفيور بيهتموا بايه وبيدوروا على ايه في الكانديديت اللي الشركة عايزاه، استخدم كل المعلومات دي في انك تبني علاقة كويسة من بداية الانترفيو لنهايته. بس المهم ان اللي تقوله عن الانترفيور او الشركة تكون معلومات متاحة للناس كلها معرفتها، مش معلومات انت وصلت لها بطريقة خاصة عشان الانترفيور ما يخافش او يقلق منك. اعمل سيناريوهات لأسئلة ممكن الانترفيور يسألها، جهز الردود بناء على اللي وصلت له من الريسيرش، وحضر أسئلة تكون مفيدة سواء لمعرفتك أكتر عن الشركة أو عشان تعزز صورتك الإيجابية في الانترفيو. واخيرا خليك confident and clear، لان الريسيرش اللي انت عملتها هتخليك تقابل شخص انت عارفه مش شخص مجهول بالنسبة لك، وده المفروض يديك احساس بالثقة والهدوء في الانترفيو، وكمان بتقدر تشوف نفسك بوضوح قد ايه انت مناسب للوظيفة وللشركة. في النهاية اتمنى لك التوفيق في الانترفيو الجاي، واتمنى اكون قدمت لك معلومة مفيدة، وما تنساش تعمل لايك عشان حد تاني يستفيد. شكرا واشوفكم الحلقة الجاية.